سلام نفسي مع اخواته ومع زمايله في المدرسه. مفهوم تاني مهم جدا مفهوم الامتنان. الامتنان اللي هو الشكر، واللي عايز يقرا في الموضوع ده بتوسع في على الانترنت كتاب رائع جدا جراتيتيود لواحده عالميه الله يرحمها، كان انسانه عظيمه ورائعه معلمه اسمها لويز هاي. لو عملنا سيرش عليها هنقرا كتير قوي في الموضوع ده. الامتنان باختصار بين قوسين قبول ما هو كائن، اللي هو موجود بالنسبه لي، المتاح الواقع. بالنسبه لي، الواقع، وانا امتن للي موجود في ايديا. ده شيء رائع جدا طبعا. لانه هيحميني من النظر، ودي على فكره بنشوفها في السن الصغير، اللي هو الرضا اللي بنقول عليه بقى، فكره من الرضا. النظر. لا احنا شايفين كلنا نوعيه مدارس اغلى ومدارس ارخص، واساليب الرفاهيه اللي اصبحت متوفره لاطفالنا، نوعيه الموبايل. يعني هنبص لامور كتير لو الطفل من جواه ركز عليها وابتدى يبص عليها حواليه هتشد انتباهه عن التفوق الدراسي، وهتلاقيه مشتت، وهتلاقيه مركز، وهتلاقيه شايف ان هذه الادوات هي الحياه، وهو ده المظهر هو اهم حاجه. لا انا عايز ازرع في اولادي، بدل ما تجري عشان تعمل مش عارف ايه عشان تجيب له ابنها احدث ماركه موبايل او مش عارف تجيب له منتقي، لا نركز على مفهوم الامتنان، وهو قبول ما هو كائن والرضا بالموجود في ايديك. وان انت طالما بتجتهد كمان دراسيا يبقى انت عملت اللي عليك، يبقى اللي ربنا قسمه لك ده شيء رائع جدا، وده غالبا بيبقى خير. وناس كتيره جدا على فكره، يعني بالنسبه لموضوع السنوات الدراسيه والثانويه العامه، ناس كتيره جدا فرقت معاهم كليات عظيمه. يمكن زمان كان ايام كان الجامعه القاهره جامعات محدوده، ما كانش في بقى موضوع المصاريف. دلوقتي كليات فرقت معاهم درجات بسيطه، دخلوا كليات تانية كان نتيجه تفوق رائع. صحيح. فالخير دايما طالما الانسان اجتهد فعليه ان يتقبل ما قسمه الله له.